صباح الخير يا جماعة. ايه يا شعبي الحبيب الصبور المهاود. هنتكلم النهاردة عن موضوع انا قريته يعني من عدة سنوات، وعجبني الحقيقة للطقوس اللي هي الغريبة فيه او الرمزية، ومنها اللي طبعا أخذ من المصريين القدماء وكهنة المصريين القدماء وطقس فتح الفم وحاجات زي كده، وتقاليد يهودية، ويعني حاجات كتير. بس هو طبعا المصريين القدماء والتقاليد اليهودية يعني من ده ومن ده. معرفش هل يعني غالبا الكنايس الكاثوليكية والبروتستانتية ما فيهاش التعميد بالشكل ده، ماشي. ومعرفش برضو التعميد في الأرثوذكسية المصرية الآن أو حاليا بيتعمل بنفس المراسيم دي والطقوس دي ولا لا، ماشي. إنما هي دي يعني مراسيم العماد المقدس في الكنيسة الأولى، خلاص، في الكنيسة الأولى. هل هو مستمر في الكنيسة المصرية القبطية لغاية دلوقتي، الأرثوذكسية القبطية بنفس الطقوس ولا لا؟ أنا معرفش. اللي يجاوبكم على هذا الكلام الأقباط نفسهم ورجال الدين الأقباط، ماشي. وأحط صورة في الفيديو ده بتبين مراحل أو مراسم العماد المقدس اللي هو التعميد. يعني العماد اعرفوا كده إن هو التعميد، خلاص. وطبعا المسيحية قائمة على التعميد، من غير تعميد ما تبقاش مسيحي، خلاص. الطفل لازم يتعمد يعني، واللي بيقوم بتعميده بيسمى الأب الروحي وحاجات زي كده، جاد فازر أو جاد مازر لو واحدة اللي بتعمده أو كده، خلاص. ف مراسم العماد المقدس، أول حاجة استعداد خادم السر، ماشي. بيستعد بإيه بقى؟ سواء كان أسقف أو كاهن، ماشي. واحد أهو جاي يطلب التعميد، يعني واحد مثلا في الحالة الحالية، هو في الحالة في الزمن ده كان مثلا روماني أو يهودي أو يعني متعدد الآلهة أو إلى آخره من الديانات، وطالب إن هو يصبح مسيحي، ماشي. في الزمن الحالي إذا كان هو مسلم أو يهودي أو هندوسي أو بوذي أو أي ديانة من الديانات، وقرر إن هو يبقى مسيحي، فهو لازم يتعمد، خلاص، عشان يبقى مسيحي. فأول حاجة بيشترك مع طالب العماد في هذا الاستعداد. يعني الخادم اللي بيعمل الشغلانة دي أو الكاهن أو الأسقف بيشترك مع الشخص اللي جاي يطلب التعميد في الاستعداد بإيه؟ بالصلوات والأصوام، اللي هي جمع صوم والسهر، وتعلم الإيمان السليم أو الإيمان القويم اللي هو الإيمان الأرثوذكسي مثلا، واخد بالك. بيقول لك عندما يبدأ في إتمام السر، لأن التعميد يعتبر من أسرار الكنيسة فبيسموه السر، خلاص، الطقوس يعني. عندما يبدأ في إتمام السر يلزم أن يكون صائما في الطقس القبطي الحالي على الأقل 9 ساعات، كما يصلي بثياب الخدمة الكهنوتية، خلاص. هذا وإن كان حاليا قد أهمل البعض هذا الأمر الأخير، خلاص. ده دليل على ان الطقوس دي لغايه دلوقتي موجوده، بس في منها اللي اهمل او زي ما قال لك كده، خلاص. بيقول لك يقترب منك الكاهن ليس مرتديا ثيابه العاديه، بل يلتحف بثوب من الكتان النقي البهي. شوف، الكتان مأخوذ من المصريين القدماء. فإن مظهره المفرح يشير إلى فرح العالم الذي تتحرك أنت نحوه في المستقبل، واللون المضيء يشير إلى البهاء الذي يكون لك في الحياة العتيدة. رموز، كلها رموز، واخد بالك ان هو
ان الشخص اللي بيتعمد ده كأنه بيتولد من جديد وبيبقى انسان جديد. خلاص. تاني مرسوم او تاني مرحلة في التعميد، فرز طالب العماد. خلاص. بيقول لك بيختبرهم قبل العماد مباشرة، بس هو الأول بيقول لك بيختبرهم في بدء الصوم الكبير. للمرة الثانية يقوم الأسقف بنفسه باختبارهم قبل العماد مباشرة. عندما يختارون يفرزون حتى يتقبلوا المعمودية، تمتحن حياتهم لمعرفة إن كانوا قد عاشوا بتقوى وهم موعوظون، وإن كانوا قد أكرموا الأرامل وافتقدوا المرضى، يعني زاروهم وكده ورعوهم، وتمموا كل عمل صالح. خلاص. ولا يقف الاختبار عند الجانب السلوكي وحده، وإنما يلزم التأكد من صدق إيمانه. تمام. بيقول لك حتى لا ينال أحد المعمودية دون التأكد من صدق نيته. تمام كده. بيقول لك يعني واحد من القديسين القديس كورولوس الأورشليمي شبه طالب العماد وهم يفرزون بالمنضمين إلى صفوف الجندية، زي كده حازم أبو إسماعيل لما بيقول لك الدخول في الإسلام زي الدخول في الكلية الحربية، ما ينفعش تخرج منه إلا تموت. خد بالك، فده زي كده برضه إيه، المنضمين لصفوف الجندية، إذ يليق فحصهم بدقة قبل دخولهم المعركة كأعضاء في جيش المسيح الخلاصي يحاربون الشيطان. ثالث مرحلة في التعميد أو ثالث طقس، تقبل علامة الصليب. بعد فرز طالب العماد يتقبلون البركة بوضع اليد عليهم وتقبلهم علامة الصليب. خلاص. فوضع اليدين إشارة إلى تقديم البركة، وده مأخوذ من المسيح. واخد بالك اما بارك الأطفال وبتاع، هو بيتكلم عنهم هنا. وبرضه حين فتح عيني الأعمى ما شاف عينيه وضع يديه على عينيه. شفاء المرضى وإخراج الشياطين كان يضع يديه على كل واحد منهم لكي يباركه ويشفيه أو يحرره من الأرواح النجسة، وهو يضع يديه عليه على شكل صليب. خلاص. على أي الأحوال يضع الكاهن يديه على طالب العماد لكي ما يهبه الرب بركاته السماوية واستنارة لعينيه الداخليتين، وشفاء من الخطيئة وتحررا من الشيطان وكل جنوده. هذا هو عمل الله في المعمودية المقدسة. فهو رموز، كلها عبارة عن رموز وتشبه بالمسيح بالحاجات اللي هو عملها. أما رسم علامة الصليب إن هو بيرسمها رسم، يعني بيرسمها على جبهة طالب العماد، فقد أشار إليها القديس أغسطينوس في كتاب الاعتراف. خلاص. رسم علامة الصليب أشبه بالحبل بهم في أحشاء الكنيسة. برضو رموز إن كأن الكنيسة امرأة وبتحبل في إيه، في الناس اللي هي هتتعمد دي وهتولدهم، هيبقوا أبناء الكنيسة. إنكم لم تولدوا بعد في المعمودية المقدسة، لكنكم بعلامة الصليب يحمل بكم في أحشاء الكنيسة أمكم. خلاص. يتباركون بعلامة الصليب والصلوات ووضع الأيدي، حتى وإن كانوا لم يتمتعوا بعد بجسد السيد المسيح اللي هو الخبز يعني، لكنهم ينالون شيئا مقدسا. خلاص. الخبز الذي يأكلونه أو ملح مقدس يتذوقه طالبو العماد كرمز إلى أن المؤمنين هم ملح الأرض زي ما قال عليهم المسيح. أنا بقول لك كلها رموز. أربعة، التلاوات اللي هي المرسوم الرابع أو المرحلة الرابعة من التعميد، التلاوات لطرد الأرواح الشريرة. خلاص. طرد الأرواح الشريرة من طالب العماد والدخول به إلى مملكة المسيح. خلاص. هتلاقي الكلام ده في الليتروجيات العماد، يعني زي ما تقول كده الايه الكتيبات اللي عن ايه التعميد القبطية والأرمنية والبيزنطية والأثيوبية. يعني الأمور دي من الكنيسة الأولى زي ما قلنا. معرفش هل هي بتتعمل لغاية دلوقتي ولا لا، دي حاجة أنا معرفهاش.
اللي يعرفها المسيحيين نفسهم واللي يعرفها الكهنة نفسهم اللي بيعملوها. المهم بيقول لك طالب العماد كان يخضع لطرد الأرواح الشريرة، لطقس طرد الأرواح الشريرة طوال الصوم الكبير. خلاص. كلها رموز يعني طرد الشيطان، واخد بالك، زي كده الأفلام اللي هي الرعب الرعب الأجنبية والأمريكية، ما إيه بيجيب لك طرد الأرواح الشريرة من الممسوسين وكده، دي تشبه. بيقول لك وصفوا لنا ان هو بيقف على اللي هو طالب العماد، يقف في خوف وخشية، اما منتصبا يعني واقفا باسطا يديه او راكعا وهو حافي القدمين، يقف على مسوح خشنة من الصوف، كمان يصلي طالبا من الله ان يرق لحالة العبودية التي سقط فيها تحت أسر إبليس وجنوده. خلاص. ويظهر الذين يعانون من سبي الجسد بهذا الوضع معلنين كآبتهم على ما حل بهم، كما أنهم بهذا العمل الخارجي الظاهر يذكرون أنفسهم بحالهم السابق عندما يبدأون في التحرر من سبي إبليس ويدخلون تحت نير الصلاح. يعني كأنه بيصلي، بيقعد بيحني ركبتيه وحاجات زي كده. خلاص. في الطقس القبطي بقى بيقول لك بإيه طبعا بيقولوا حاجات معينة وكلام معين. في الطقس القبطي بيصلي الكاهن على الزيت، يعني زي إيه بيقول آيات أو ترانيم أو حاجات ليدهن طالب العماد. زيت زي فكرة دهن المسحة أو زيت المسحة أو زيت الميرون، اللي هو بيبقى معمول من نباتات عطرية ونباتات عشبية عطرية، يعني يشبه دهن المسحة اليهودي اللي هم كانوا بيمسحوا بيه الأنبياء. واللي اتضح كمان إن الفراعنة أو المصريين القدماء والبابليين وشعوب كتير وحضارات كتير، فكل حاجة مأخوذة من الناس دي، يعني من الحضارات القديمة، هم لم يأتوا بجديد. الديانات الإبراهيمية الثلاثة لم تأتي بجديد، خدت من القدام وعملت الطقوس بتاعتها، خدت من المصريين القدماء والفرس والبابليين وإلى آخره والرومان وعملت الطقوس بتاعتها. فالمهم عند اليهود دهن المسحة ده بيتحط للأنبياء، بيتحط للملوك، بيتحط للضيوف، بيترش على الضيوف، عبارة عن قرفة مش عارف يعني شوية حاجات عطرية، ممكن ان انت تبحث عنها في الويكيبيديا برضه هتلاقي دهن المسحة وهتلاقي عنه حاجات كتير يعني. وعند طبعا الأقباط اللي هو زيت الميرون المقدس معروف بالاسم. فالكاهن بيصلي على الزيت يعني زي بيباركه بآيات وكده، واخد بالك، ويبتدي يدهن صدره وظهره وإيديه عشان يبطل مقاومة الشياطين وكده. خلاص. ويقرأ عليه بقى يعني برضو أدعية إن الأرواح الشريرة تبتعد عنه وتخرج منه وهكذا. وبعدين قبل التغطيس برضو بيقرأ عليه حاجات، واخد بالك، عشان يخرج منه برضو الأرواح الشريرة وأرواح إبليس وهكذا. وبيقدس المية برضو، يبقى بيدهنه بالزيت وبيقدس المية قبل التغطيس. ويختلف بقى الطقس البيزنطي والأرماني، بيختلف في الصلوات اللي بيقراها الكاهن.
خلاص. تبدأ صلوات ما قبل المعمودية بثلاث استقسامات، يعني زي قسم كده، يعني أدعية بيستحلف فيها الكاهن الشيطان أن يخرج هو وجنوده وأعماله ولا يعود إليه مرة أخرى. خلاص. وينفخ في فم الموعوظ وفي جبهته وصدره 3 مرات ليبعد عنه كل روح نجس وشرير مخفي قاتل في قلبه، ويقدس الماء ويرشم على الماء على شكل صليب 3 مرات، وينفخ فيه 3 مرات لتنسحق تحت علامة رسم الصليب جميع القوات الشريرة والمضادة. واخد بالك؟ وفي 3 استقسامات في الطقس البيزنطي، كلام كتير بقى ايه، كله أدعية عشان يخرج منه الشيطان. خلاص. واستنجاد بالله وبالمسيح وبالملائكة وكده. خلاص. الطقس الخامس بقى أو المرحلة الخامسة من التعميد أو العماد المقدس، خلع الثياب. خلاص. كل الطقوس اللي فاتت دي بيقول لك كانت بتتم خارج حجرة المعمودية، إذ يعامل طالب العماد كغرباء عن الكنيسة، إنما يبدأون دخولهم المعمودية بخلعهم الثياب ودهنهم بالزيت كطقسين يهيئان طالب العماد للدخول في مياه المعمودية، فيدخل في العضوية الكنسية ويلبس الثياب البيضاء كمن دخل الفردوس وصار ابنا للملكوت. خلاص. آه، هو طبعا بيشرح فيها بقى في يعني رمزيتها وحاجات زي كده. واخد بالك؟ فبيعمدوا الأول الأطفال الصغار بعد ما يخلعوا ثيابهم، وبعدين تعميد الرجال الناضجين، وبعدين الستات اللي هم بيكونوا حلقوا شعورهم وخلعوا حليهم. خلاص. مع وقوف طالب العماد حافي القدمين، خلاص، إظهارا للعبودية التي أمسكه فيها الشيطان قد قادته للأسر. خلاص. يعني عشان يستعطف القاضي عليه. وبرضه بمعنى خلع الإنسان القديم وأعماله، زي ما قلت لك رموز، بيخلع الإنسان القديم، بيتولد من جديد، إنسان جديد. اخلع الإنسان القديم كثوب بالي وتقبل رداء عدم الفساد الذي يقدمه لك المسيح. ثوبك علامة الموت يجب أن تخلعه لتلبس عدم الفساد بالمعمودية. رموز كلها. فإن كان العماد هو شركة، يعني مشاركة في آلام المسيح وموته ودفنه وقيامته، فإن خلع الملابس هو شركة معه في تعريه على الصليب من أجلنا، زي ما قلت لك. شوف زي إيه، رمز. قد خلعت ثيابكم وصرتم عراة، في هذا تقتدون بالمسيح الذي عري على الصليب، هذا الذي بعريه عرى السلاطين والقوات وغلبهم بالصليب بغير خوف. خلاص. فانتوا بتخلعوا الإنسان القديم وشهواته المخادعة، وعودة برضو العري، عودة إلى الإنسان الأول اللي هو آدم قبل السقوط الذي كان عاريا ولم يخجل. خلاص. يا للعجب، لقد كنتم عراء أمام أعين الكل ولا تشعرون بأي خجل، لأنكم بالحقيقة حملتم في داخلكم صورة آدم الأول الذي كان في الفردوس عريانا ولم يشعر بخجل. خلاص. آه، وبرضو عشان النفس تخلع ثوب الجلد الذي لبسته بعد السقوط، تنفتح على الكلمة بنزعها البرقع عن قلبها أو جسدها. الجسد هنا الإنسان القديم الذي يليق بمن يرغبون في الاغتسال في جرن المعمودية اللي هو جرن الكلمة، أن يخلعوا عنه. بهذا يعودون إلى الفردوس الأول، إلى طبيعتنا قبل السقوط، البراءة يعني، حيث لا نحتاج إلى التستر بأوراق التين، بل نبقى كملائكة الله أولادا مقدسين في الله. لقد طردتنا من الفردوس وها أنت تدعونا للعودة إليه. لقد عريتنا من أوراق التين التي هي الملابس وها أنت تكسونا بثوب الكرامة. خلاص.
كلها ايه رمزية لآدم وحواء. خلاص لغاية ما لبسوا الثوب الخطيئة ابتدوا ساعتها يخجلوا، وهو يرجعهم تاني لطبيعتهم الأولى. طيب الطقس الخامس، الطقس السادس أو المرسوم السادس في أو المرحلة السادسة في التعميم. خلاص. دهن طالب العماد بالزيت. خلاص. الكاهن طبعا بيقوم بمسح طالب العماد بعد جحدهم الشيطان، يعني بعد رفضهم للشيطان يعني زي ما تقول كفرهم بالشيطان يعني. وقبل تغطيسهم وإعلان الإيمان يدهنهم بإيه؟ بزيت لإخراج الشياطين. أدهنك يا فلان باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد زيت عظة لفلان في كنيسة الله الواحدة والوحيدة المقدسة الجامعة. ويدهنه مرة أخرى بعد جحد الشيطان وقبل تغطيسه، كذا مرة بيدهنه يعني. خلاص. ندهن بهذا الزيت الذين يقتربون إلى الميلاد الجديد، زي ما قلت لك إنسان جديد، ميلاد جديد، سائلين الرب يسوع المسيح أن يهبه سلطانا للشفاء وإعطاء قوة لجسد الذين يعتمدون، اللي بيتعمدوا دول، ونفوسهم وأرواحهم لتتحرر أرواحهم من كل أثر للخطيئة والشر، وتكون لهم قوة الغلبة على الأرواح المضادة، برضه اللي هي الأرواح الشريرة والكلام. خلاص. وهي بيقول لك الزيتونة، يعني الزيت ده فيه زيت زيتون بكثرة. دايما الزيتون يعني في الأديان الإبراهيمية الثلاثة أو الأربعة، بما إن البهائية ضمنها يعني، دايما الزيتون مقدس والزيت بتاعه مقدس. في دهن المسحة هو الأساس يعني، تحط معاه حاجات عطرية ونباتات عطرية زي القرفة والزريرة ولا ايه معرفش اسمها ايه. كلها رموز يعني. بيقول لك بعد أن يدهن كل أعضائكم بهذا الدهن تصيرون في أمان وقادرون أن تفحموا الحية، اللي هي رمز للشيطان وحية آدم وحواء، ولا يصيبكم ضرر. خلاص. طيب بعد هذه المسحة ينزل بك الكاهن إلى المياه المقدسة. المرحلة السابعة أو المرحلة السابعة من مراحل التعميم، جحد الشيطان. إذ يخلع طالب العماد ثوبه يتجه نحو الغرب، أو تقف الأم أو الأب أو الإشبين حاملا على ذراعه الأيسر الطفل، ويبسط طالب العماد أو إشبينه يده اليمنى كأنما يحدث الشيطان، معلنا جحده له ورفضه مملكة الظلمة بجسارة وعلانية. خلاص. يتم الرفض ده فين؟ داخل جرن المعمودية. الناس بتقول ان هو داخل جرن المعمودية، وناس بتقول ان هو قبل دخول الجرن او قبل دخول الماء. خلاص. وطبعا ده امر جزء اساسي في طقس العماد يعني موجود. وبيقول بقى ايه اللي هو الطالب العماد: اجحدك ايها الشيطان وكل اجحدك ايها الشيطان وكل خدمتك واعمالك. والتاجرون للغرب يقولوا هذا الكلام. يقصد هنا عبادة الاصنام. واخد بالك ان كانوا هم في الاساس اللي هم الرومان والناس دي هم اللي دخلوا المسيحية يعني. طبعا بقى ايه هم دخلوا زي ما قلت لك، الناس دي يشبهوا السلفيين وكده. فبيقول لك المسارح دي ضمن مجد الشيطان، وسباق الخيل والعاب السيرك وكل الاباطيل، واخد بالك، كل دي، والاغاني والرقص والالعاب الرياضيه، زي نفس الافكار بتاعه داعش والسلفيين والاخوان والحاجات دي. المهم آه، هو عمال بقى يشرح في المواضيع دي من كذا كاهن او كذا اب من الاباء القدامى وكده عملوا ايه يعني، او يعني الموضوع ده بيفسروا فيه يعني، بيفسروا فيه. الغرب هو الموضع الذي يسكنه سلطان الظلمة. ما تعرفش ليه برضه ايه
يعني عاملة زي الشمال كده في الإسلام، مشؤوم دايما وحاجة وحشة، والإيد الشمال نجسة دايما كده، واخد بالك الأفكار الغريبة دي ليه؟ لأن العربي بيتكتب من اليمين للشمال، فأصبح الشمال وحش. بس نوع من التطير، اللي هم بيقول لك احنا ضد التطير وضد الطيرة والتشاؤم، هو تطير. طيب نمرة بقى ايه المرحلة 8، سر الانفتاح. ماشي، اللي انا قلت لك زي طقس فتح الفم كده عند الفراعنة او المصريين القدماء. ده الطقس ده قبيل دخول طالب العماد الجرم، هو كل ده لسه ما اتغطس في المية. هو طبعا بيغطس كله 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 لغاية شعره. فالمهم بيلمس الكاهن أذني طالب العماد وأنفه، خلاص، كأن شخص أخرس وأطرش. فأنا بلمس أذنه وفمه عشان إيه؟ أفتح. بيقول له إفسا، التي تعني بالعبرية انفتح، خلاص، عشان يسمع كلام الكاهن وإيه؟ وحديثه. خلاص. نمرة 9، المرحلة التاسعة، الاعتراف بالإيمان. يحول طالب العماد وجهه من الغرب إلى الشرق، معلنا قبول الانتساب لمملكة النور بعد جحد مملكة الظلام، أي قبول المسيح بعد رفض إبليس. خلاص. زي فكرة القبلة اللي في الإسلام، وطبعا في قبلة عند اليهود اللي هي أورشليم واتجاه الهيكل بتاع أورشليم والمعبد، اللي هو دلوقتي أصبح المسجد الأقصى موجود مكانه. السور الخارجي ده هو السور بتاع الهيكل الأخير يعني. آه، فبيقول لك طالب العماد إذ ينظر إلى الشرق إنما ينظر إلى المسيح نفسه الذي دعي بالشرق وشمس البر والعدل يعني، وفردوس القديم الذي غرسه الله لنا في عدن نحو الشرق. خلاص. هي مأخوذة من فكرة الشمس ومن راع، واخد بالك إن هو بيشرق من الشرق، والغرب دايما وحش، وأبيب اللي هو ده الثعبان الخبيث اللي بيحاول إن هو يقضي على راع، ويحاول إن يخلي الشمس ما تشرقش مرة تانية، ويفضل يحاربها راع طول الليل، بيحارب أبيب اللي هو روح الظلمة أو كده، لغاية ما يطلع من الناحية التانية، وهكذا. خلاص. ف فبيبتدي يعترف بقانون الإيمان. انت دور بقى على قانون الإيمان عشان تعرفه، موجود في الويكيبيديا، قانون الإيمان المسيحي أو قانون الإيمان الأرثوذكسي أو كده. آه، بيتوجهوا نحو الشرق زي ما قلنا، وبيقولوا أؤمن وأنحني أمامك وأمام عظمتك أيها الآب والابن والروح القدس. خلاص. وينزلوا في الماء ويقف فيها وجههم نحو الشرق، يضع كاهن آخر يده على رؤوسهم ثم يسألهم أتؤمنون بالله الآب ضابط الكل؟ يجيبون أؤمن. ثم يغطسون للمرة الأولى. بعد الغطسة الأولى يسألون أتؤمن بيسوع المسيح ابن الله الذي ولد من العذراء مريم بالروح القدس والذي صلب في عهد بيلاطس والذي مات وقام في اليوم الثالث من بين الأموات وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب ويأتي ليدين الأحياء والأموات يعني حاسبهم يعني. وبعد أن يجيبوا أؤمن يغطسون للمرة الثانية. عندما يسألون أتؤمنون بالروح القدس يجيبون أؤمن ويغطسون للمرة الثالثة والأخيرة. في كل غطسة يقول الكاهن أعمدك باسم الأب والابن والروح القدس، وبعد ذلك يدهنون بالمسحة المقدسة التي تعرف بالميرون أو كريزم بالإنجليزي، ويلبسون ملابسهم
ويدخلون الكنيسة ويتقبلون وضع الأيدي من الأسقف وقبلة السلام، وعندئذ يبدأ تقديم الإفخارستيا اللي هي العشاء الرباني أو كده. خلاص. فهي الثلاث حاجات، الثلاث أقانيم بثلاث تغطيصات، وتؤمن بالآب والابن والروح القدس، الثلاث حاجات. خلاص. بيردد عبارات جحد الشيطان، واخد بالك، وينفخ الكاهن في وجه طالب العماد وهو يقول 3 مرات: اخرج ايها الروح النجس. خلاص. ويلقنه الايمان زي ما قلنا، اللي هو اؤمن بالله باله واحد الله الاب ضابط الكل او ضابط الكل، وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا، والروح القدس المحيي، وقيامة الجسد، والكنيسة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، امين. ثم يردد 3 مرات: امنت. يتم ذلك قبل دخول الماء. المرحلة العاشرة بقى تقديس المياه. استعمد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان أو يحيى، اللي هو في الإسلام يحيى. صار الرسل أيضا يعمدون في الأنهار، أو يعمدون في الأنهار أو مياه جارية. الرسل اللي هم الحواريين بتوع المسيح. خلاص. بطرس الرسول عمد الذين قبلوا الإيمان في نهر التبر في إيه؟ في روما، في إيطاليا. لأن الروح الواحد يقدس المياه في كل مكان، ويهب الروح قوة التقديس للمياه بالاستدعاء والصلاة. يعني بيقول لك مش لازم نهر الأردن، أي نهر بقى، لأن هو الإله نفسه هيقدس المياه في أي مكان، هو إله المياه كلها. خلاص. بيعمدهم باسم الثلاث أقانيم، الآب والابن والروح القدس، بماء جاري حي. خلاص. لو ما عندكش ماء جاري عمد بماء آخر. لو ما عندكش ماء بارد عمد بماء دافئ. لو ما عندكش الاثنين اسكب الماء فوق الرأس ثلاثا باسم الأب والابن والروح القدس. خلاص. فهو المياه عنصر أساسي في الميلاد الجديد. وقال لك إن هو كان روح الله يرف على المياه ليخلق، وجبل الإنسان من الطين خلقه من طين تراب مخلوط بماء، ومن الماء خرجت الكائنات الحية. كذلك في الخلق الجديد تستخدم المياه المقدسة، برضه رمزيات. خلاص. حاجات رمزية، ونوع من التطهر زي فكرة الوضوء برضو، هي فكرة شبيهة. خلاص. تتطهرون من كل نجاساتكم وكل أصنامكم. مين تاني؟ يقعدوا بقى يقدسوا المياه نفسها طبعا بأدعية وصلوات وحاجات زي كده. بيخلوا الثالوث المقدس يقدس المياه، بيدعوا الثلاث أقانيم. مين تاني؟ وبيرسم علامة الصليب على مياه المعمودية وزيت المسحة وعلى الإفخارستيا، اللي هي بتبقى خبز ونبيذ، يعني خبز وخمر، اللي هو جسد المسيح ودمه. يبقى هنا الشهود 3 في المعمودية: الماء والدم والروح. طيب المرحلة 11 من مراحل التعميد: سكب الميرون في المياه. خلاص. بيسكب الكاهن بعد ما يصلي بقى ويقدس المياه، بيسكب الكاهن الميرون 3 مرات على مثال الصليب ليقدس المياه، ويقول بقى ادعية باسم الاب والابن والروح القدس، مبارك الاب والابن، واخد بالك، والروح القدس، وهكذا. بيقول كلام كتير يعني من المزامير وكده. خلاص. طيب المرحلة 12 الثلاث تغطيسات، 3 تغطيسات.
بيتم العماد في داخل المياه المقدسة بالتغطيس 3 مرات. واستمت صبغة زي ما قال لك صبغة الله كده، واخد بالك في القرآن. يعني هو كان يقصد انه ايه، بينتقد التعميد في المسيحية، وبيتكلم عن ان الاسلام هو صبغة الله والفطرة نفسها هي صبغة الله وكده. آه، كل مرة طبعا باسم اقنيم، يعني اقنوم اللي هو اعمدك باسم الاب، واعمدك باسم الابن، واعمدك باسم الروح القدس يا فلان. وكل مرة ينفخ الكاهن في وجهه. وبرضو ان الثلاث مرات دي الثلاث غطسات رمز للايمان بالثالوث المقدس، ورمز للدفن مع المسيح، ورمز لقيامته في اليوم الثالث. خلاص، لاننا ندفن مع المسيح في المعموديه ونقوم معه بالايمان، زي ما قلت لك ان هي رموز. طيب نمره 13 اللي هي المرحله 13 من مراحل التعميد، غسل القدمين. خلاص. ودي قال لك موجوده بس في ميلانو. ان هو ايه، بي بي الكاهن او الاسقف بعد ما يتم العماد بيغسل قدمي المعمد. طيب المرحله 14 الدهن بالميرون المقدس، اللي هو دهن المسحه اللي قلنا عليه. بعد العماد على طول بيتم دهن المعتمد ده او اللي تم تعميده بالمسحه جميع اعضاء الجسم. بعد أن يرشم 36 رشما من أعلى الرأس حتى أخمص القدمين، يضع الكاهن يده عليه ويقول: تكن مباركا ببركة السمائيين وبركة الملائكة، يباركك الرب يسوع المسيح وباسمه. ثم ينفخ في وجهه ويقول: اقبل الروح القدس وكن إناء طاهرا من قبل ربنا يسوع المسيح، هذا الذي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس. خلاص. تستخدم المسحة بالميرون المقدس مع وضع اليد للبركة والنفخة في وجه المعمد. المرحلة 15 لبس الثياب البيضاء. خلاص، زي العريس كده، بيقول لك ده زي العريس. آه، وبتبقى كتان برضه، ثياب بيضاء بهية. هي الحلة الأولى زي الايه ان هو عريس الكنيسة او كده. خلاص. العرس الأبدي رمز برضه للمجد الإلهي وتجليه على الإنسان وتجلي الرب. والشهداء بيبقوا لابسين لبس ابيض برضه في السماء، والقسيسين اللي غير متجسدين ال 24 في السماء. يعني حاجات كلها رمزية. ولون الحق والطهارة والنقاوة والغلبة والنصرة اللون الأبيض. عندما تخرج من الماء ترتدي ثوبا كله بهاء. بس بعد نوال نعمة المعمودية وارتداء الثوب الأبيض المضيء، يقترب إليك الكاهن ويرشمك على جبهتك قائلا: فلان يرشم باسم الآب والابن والروح القدس. خلاص كده خلع ثوب الخطايا ولبس ثوب الطهارة والبراءة، أبيض أكثر من الثلج. خلاص. بيغفر له، زي فكرة إيه ما بيقول لك عندنا كده في الدعاء: ينقيه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ما أنا بقول لك كلهم واخدين من بعض. طيب المرحلة 16 لبس الأكاليل والزنار. خلاص، أهمل حاليا الطقس ده، لكن موجود. إن هو كان موجود، يعني كان موجود.
لم يبقى سوى شد وسط المعمد بزنار اللي هو الحزام، يعني بيربطوه بحزام، بيحزموه، يعني بيحزموا وسطه بحزام. كان بيتوج عليه أكاليل زي التيجان كده، تيجان خلاص، أكاليل بركة ومجد وكرامة وفضيلة وبر وحكمة وفهم. خلاص، الكاهن بيضع الأكاليل دي على رأس المعمد بعد أن يشد وسطه بالزنار. واخد بالك، أكاليل من السماء، أكاليل إيمان، أكاليل ثبات ومجد وعدل إلى آخره. خلاص، بيقول لك يعني هنا الطقس يقترب من طقوس سر الزواج، لما بيقولوا إكليل على الزواج وبيلبسوا العريس والعروسة تيجان وكده. كما يشد وسط العريس بالزنار كذلك أيضا من نال المعمودية، زي فكرة العريس والعروسة. واخد بالك، حتى الصلوات اللي بتتقال على الأكاليل تكاد تكون واحدة، وكأن الكنيسة ترى في سري العماد والميرون دخول إلى العرس السماوي، زي ما قلت لك اتحاده مع العريس ومع الكنيسة مع المسيح، واخد بالك، رمزيات كلها، كلها رمزيات. المرحلة 17 من طقوس المعمودية حمل الشموع بعد إتمام سري العماد والميرون، ويلبس المعمدون الجدد الثياب البيضاء ويتوجون بالأكاليل بعد أن يشد وسطهم بالزنار، يحملون المشاعل. في هذه اللحظات تدوي في الكنيسة تسابيح الفرح والتهليل، غالبا ما ينشدون المزمور القائل الرب راعية فلا يعوزني شيء. خلاص، إذ هو مزمور الأسرار الإلهية، أن السماء ذاتها تتهلل يعني بتفرح بقى السماء، والملائكة بتفرح وتقول طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيئته، ومستحق مستحق مستحق، حاجات زي كده بيقولوها. بيولعوا شموع بقى، شعب الكنيسة كله بيولع شموع، بتبقى ايه، الليل بيبقى نهار. طيب، المرحلة 18 التناول من الأسرار الإلهية، اللي هي قلنا جسد المسيح ودمه، اللي هي الخبز والخمر. خلاص، النمرة بقى المرحلة 19 من مراحل التعميد، وصية الإشبين. يقول لك إذ تمتع المعمد بالعضوية في جسد المسيح الأقدس صار ابنا لله والكنيسة هيكلا مقدسا للروح القدس، له حق الشركة في العبادة الكنسية، لهذا تسلمه الكنيسة إن كان طفلا في يد الإشبين أو الإشبين اللي هم غالبا الأب الروحي والأم الروحية، يعني ليلتزم أو تلتزم بتقديم اللبن الإيماني غير الغاش، اللي هو مش مغشوش ونقي ومش بايظ وكده، وتوصيه الكنيسة بذلك. طيب، المرحلة 20 أكل اللبن مخلوطا بالعسل. طبعا العسل هنا مقصود اللي هو العسل الأبيض أو عسل النحل يعني. بيقول لك الذين ينالون سر العماد في الكنيسة الأولى كان يقدم لهم أو بيقدم لهم خليطا من اللبن والعسل. خلاص، لعل أكلهم اللبن يحمل رمزا برضه من فكرة أرض اللبن والعسل بتاعت اليهود مثلا. اللبن يحمل رمزا للبن النقي غير الفاسد الذي تقدمه الكنيسة لأولادها خلال إيمان وطقوس عباداتها غذاء لنفوسهم، يعني دي المواعظ بتاعت الكنيسة زي اللبن المغذي النقي النظيف إلى آخره. العسل يشير إلى وصايا المسيح التي تصير عذبة حلوة يعني في فم أولاده، إذ هي أحلى من العسل وقطر الشهد. كما أن أكل اللبن المخلوط بالعسل يشير إلى الدخول إلى أرض الموعد، أي أرض الميعاد الحقيقية الروحية التي تفيض لبنا وعسلا. طقس 21 صلاة حل الزنار. يقوم الكاهن بنفسه بمساعدة المعمد في ارتداء الثوب الأبيض، كما يربط زنارا حول صدره. حتى أنا شفت في الصور في في جوجل، بيبقى الثوب الأبيض ده متطرز عليه صليب كده، الصليب القبطي اللي هو له شكل معين. كما يربط زنارا حول صدره ويضع على رأسه إكليلا، زي ما قلنا تاج يعني،
والثوب الأبيض يشير إلى الطبيعة الجديدة التي وهبت له تحمل نقاوة ملائكية، والزنار يشير إلى ارتباط المعمد بالكنيسة كعضو حي فيها، والإكليل علامة الغلبة والنصر على الشيطان والتمتع بالأمجاد الإلهية. خلاص. بيقول لك في طقس الكنيسة الأولى كانوا بيتناولوا اللي هم المعمدين حديثا غالبا في عيد الفصح اللي هو عيد القيامة، يبقون إلى اليوم الثامن لثامن يوم في محيط الكنيسة ملابسهم البيضاء، وكأنه أسبوع الفرح بميلادهم الروحي الجديد يسمى أسبوع الثياب البيضاء. هذا الطقس لم يتوقف في الكنيسة القبطية في بعض بلاد الصعيد، وإن كان قد أهمل تماما في المدن الكبرى خاصة في الوجه البحري. خلاص. بيقول لك يعني فبيقول لك في اليوم الثامن من العماد بيتعمل طقس بسيط، يحل الكاهن الزنار والثوب الأبيض ويربط أطرافهما ويبلهما بماء نقي، ويرش المعمد وهو يقول قد تبررت، قد استنرت، قد تقدست، قد اغتسلت باسم ربنا يسوع المسيح وبروح العين. ثم يتناول إسفنجة جديدة ويغمسها بالماء يمسح بها أعضاء المعمد الممسوحة بالميرون المقدس، ويقول قد استبغت، قد استنرت، قد تميزت، قد تقدست، قد اغتسلت باسم الأب والابن والروح القدس آمين. هي دي الطقوس بتاعة المعمودية في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وفي عند الأرمن وعند البيزنطيين يعني في منها، وبتختلف بينهم بقى الكلمات الصلوات الحاجات دي. وأقول لكم سلام.